السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايبي طلاب أولى إعدادي، ومعكم مس رندا حسن. النهاردة هنحل مع بعض اختبر فهمك الجزء الثاني على درس الطاقة. قبل ما أبدأ أحل اكتبولي في الكومنت ما المقصود بالطاقة وطاقة الوضع وطاقة الحركة. يلا بينا نشوف أول سؤال. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. 1. إذا كانت السيارة A تتحرك بسرعة 30 متر على الثانية، يبقى A دي سرعتها كام؟ 30 متر على الثانية. والسيارة B تتحرك بسرعة 20 متر على الثانية. شوفوا B أصغر كمان في السرعة وأصغر في الكتلة. تعالوا ندرس مع بعض الرسم قبل ما نشوف الاختيارات. السيارة A كتلتها أكبر وسرعتها أكبر، يبقى إذا طاقة حركتها طبعا هتكون أكتر، وعلشان كده الشغل المبذول لإيقافها هيكون أكبر. أما السيارة B كتلتها أقل سرعتها أقل، يبقى إذا طاقة حركتها برضه هتكون أقل والشغل اللازم لإيقافها هيكون أقل. تعالوا نشوف رقم ألف. الشغل اللازم لإيقاف السيارة B أكبر من الشغل اللازم لإيقاف السيارة A؟ لا طبعا غلط، لأن الشغل اللازم لإيقاف السيارة B أقل من الشغل اللازم لإيقاف السيارة A. ب. طاقة حركة السيارة A أقل من طاقة حركة السيارة B؟ لا طبعا غلط. ج. الشغل المبذول أثناء حركة السيارة B أكبر من الشغل المبذول أثناء حركة السيارة A؟ طبعا غلط برضو، لأن B أقل في الكتلة وأقل في السرعة، فتكون طاقة حركتها أقل والشغل المبذول أقل وليس أكبر. د. الشغل المبذول لإيقاف السيارة A أكبر من الشغل المبذول لإيقاف السيارة B؟ طبعا هي دي اللي صح. لو قال لي علل ليه؟ لأن طاقة حركة السيارة A أكبر من طاقة حركة السيارة B. السيارة A كتلتها أكبر وسرعتها أكبر، فيكون طاقة حركتها أكبر. السؤال رقم 2. عند قصف جسم رأسيا لأعلى تدريجيا، هل هتقل سرعته ولا تزداد سرعته ولا تزداد طاقة حركته ولا تقل طاقة وضعه؟ طبعا أنا الجسم قذفته لأعلى كده، لما هقذفه لأعلى من أسفل لأعلى كده بيحصل إيه؟ طبعا أول حاجة هيزداد ارتفاعه فيزداد طاقة وضعه، وتقل سرعته فتقل طاقة حركته. طب بيقول لي إيه؟ تقل سرعته؟ صح جدا، تقل سرعته لسه قايلين. طب تزداد سرعته؟ طبعا غلط. تزداد طاقة حركته؟ طبعا غلط، لأن السرعة بتقل وطاقة الحركة هتقل. تقل طاقة وضعه؟ طبعا غلط، لأن طاقة وضعه هتزيد لأن الارتفاع هيزيد. السؤال الثالث. وقف شخص على حافة جرف وألقى بكرة كانت في يديه إلى أعلى كما بالشكل. بصوا شخص كده واقف في جزء مرتفع وبعدين ألقى الكرة طبعا هتطلع لفوق وبعدين هتيجي تسقط إلى السفح اللي هو الجزء الأسفل ده. عند أي المواضع تكون طاقة حركة الكرة أكبر ما يمكن وطاقة وضعها أقل ما يمكن؟ تعالوا نشوف كده. طبعا طاقة الحركة تكون أكبر ما يمكن لحظة مرورها بسطح الأرض، وطاقة الوضع أقل ما يمكن لما يكون الارتفاع بيساوي 0. طب تعالوا نشوف هل الموضع ألف أو 1؟ لا طبعا. شايفين لسه هو ماسك الكورة، يعني لسه مفيش حركة خالص، مفيش سرعة، يبقى مفيش طاقة حركة. وانا عايزة اجيب طاقة الحركة اكبر ما يمكن. هيرتفع الى اعلى، هتقل سرعتها تمام ويزداد طاقة الوضع، وبعدين هتيجي تسقط كده عند السفح. وهي النازلة ايه اللي بيحدث؟ الارتفاع بيقل فيقل معاها طاقة الوضع، وبعدين السرعة بتزيد فتزداد معاها طاقة الحركة. علشان كده طاقة حركة الكرة أكبر ما يمكن عند النقطة 3، وطاقة وضعها أقل ما يمكن برضه عند النقطة 3. طبعا جايب لي كذا اختيار، أنا ما اتلخبطش خالص، أختار الاختيار الصح اللي هو طاقة وضع وطاقة حركة عند الموضع 3. رقم كام عندي؟ رقم د. السؤال الرابع. أي مما يأتي يعتبر صحيحا بالنسبة للجسم يسقط من أعلى منضدة إلى سطح الأرض؟ تعالوا نتخيل الرسم كده. الجسم هيسقط من أعلى لأسفل، يعني جاي فوق كده هينزل لتحت. يا ترى هو نازل كده طاقة الوضع بتزيد ولا بتقل؟ طبعا هتقل. ليه هتقل؟ علشان ارتفاع هيقل. يبقى أنا في الاختيارات بتاعتي هنا يختار ألف أو ب عشان طاقة الوضع هتقل.
طب بالنسبة لطاقة الحركة، طاقة الحركة هتزيد لزيادة السرعة، يبقى هختار رقم كام؟ ب. طب بالنسبة للطاقة الميكانيكية، طبعا الطاقة الميكانيكية ثابتة لا تتغير، يبقى فعلا ب، لأن طاقة الوضع هتقل، طاقة الحركة هتزيد، والطاقة الميكانيكية تظل كما هي. سؤال سهل جدا، لو حللتوه بالشكل ده هتلاقي كل الأسئلة سهلة. رقم 5، كل مما يأتي قيمته تساوي صفر ما عدا، يعني كل الإجابات هنا بتساوي صفر ما عدا حاجة واحدة بس مش هتساوي صفر، دي اللي أنا هختارها. أول حاجة طاقة حركة جسم عند نقطة سقوطه طبعا هتساوي صفر، لأن السرعة بتساوي صفر، فما أقدرش أختارها هنا لأن قال لي إيه؟ عدا. 2، طاقة وضع الجسم لحظة وصوله لسطح الأرض طبعا هتساوي صفر، ليه؟ لأن الارتفاع هيساوي صفر. سرعة الجسم عند أقصى ارتفاع له طبعا هيساوي صفر. رقم د، الطاقة الميكانيكية للجسم لحظة وصوله إلى سطح الأرض طبعا دي اللي هختارها، عمرها ما هتساوي صفر، لأن الطاقة الميكانيكية ثابتة للجسم المتحرك. ليه؟ لتبادل طاقتي الوضع والحركة، أما الطاقة الميكانيكية ثابتة لا تتغير. تعالوا نشوف مع بعض المسألة دي. سقط الجسم رأسيا في مجال الجاذبية الأرضية. يعني إيه رأسيا؟ يعني من أعلى لأسفل كده، ده رأسي، يبقى من أعلى لأسفل ده اسمه رأسي. فكانت طاقة وضعه 135 جول، يبقى دي طاقة الوضع، طاقة الوضع. وطاقة حركته 165 جول، طاقة الحركة. عند نقطة ما أثناء سقوطه احسب الطاقة الميكانيكية للجسم. طبعا سؤال سهل جدا وبسيط، هسأل نفسي ده على أنهي قانون وعايز الطاقة الميكانيكية، يبقى إذن قانون الطاقة الميكانيكية، يبقى أكتبها الطاقة الميكانيكية هتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. وزي ما قلت لكم قبل كده لازم القانون يتكتب كامل، يبقى هيساوي طاقة الوضع عندي كام؟ 135 جول زائد طاقة الحركة 165 جول، هيساوي 300 جول. ليه جول يا مس؟ عشان احنا قلنا أي طاقة سواء طاقة وضع، طاقة ميكانيكية، طاقة حركة أو شغل وحدة قياسهم الإيه؟ الجول. رقم 2 في نفس المسألة، عايز طاقة وضع وطاقة حركة الجسم عند منتصف المسافة الرأسية بين موضع سقوطه وسطح الأرض. طبعا احنا قلنا قبل كده في الدرس اللي احنا شرحناه عن الطاقة الميكانيكية ان عند منتصف المسافة ايه اللي بيحدث؟ طاقة الوضع هتساوي طاقة الحركة هتساوي نص الطاقة الميكانيكية. طب تعالوا نكتب القانون، يبقى إذن طاقة الوضع هتساوي طاقة الحركة هتساوي نص الطاقة الميكانيكية. يبقى إذن هيساوي نص في الطاقة الميكانيكية كام؟ 300، يبقى يساوي 150 جول. مسألة سهلة جدا وبسيطة، دايما حللوا المسائل زي ما احنا بنعمل كده وهتلاقوا المسائل كلها تحل معاكم بإذن الله. السؤال الثالث، ماذا يحدث للطاقة الميكانيكية للجسم متحرك عند زيادة سرعته إلى الضعف؟ طبعا اوعى حد يغلط ويقول لي ايه الطاقة الميكانيكية هتزيد، طبعا استحالة ان هي تزيد. ليه يا مس؟ عشان احنا قلنا الطاقة الميكانيكية ثابتة لا تتغير لتبادل طاقتي الوضع والحركة، يبقى اذا تظل الطاقة الميكانيكية ثابتة كما هي لا تتغير. لو قال لي علل ليه نقول لتبادل طاقتي الوضع والحركة. أظن الأسئلة سهلة جدا، ولو ليكم أي سؤال سيبولي في كومنت، ومتشكرة ليكم جدا، وإن شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي مع شرح جديد لدرس جديد وأسئلة نحلها كتير مع بعض اللي انتوا بتطلبوه مني بعمله لكم كله على القناة. ولو ليكم أي سؤال سيبولي في كومنت وأنا هحله معاكم. هستناكم في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.